السلام عليكم، الصلاة والسلام على رسول الله. اليوم عندنا وصفة سهلة وهي يحبوها الكبار والصغار، هنا كور البطاطا بالدجاج. إن شاء الله تجربوها الوصفة وتعجبكم. مقرمشة، إن شاء الله تجربوها الوصفة وتعجبكم. ما تنسوش دعم قناتي باللايك والشير، واللي أول مرة يشوفني اسم قناتي مطبخ رسيس يشترك في القناة ويفعل الجرس. عندي المكونات، عندي 3 حبات كبار بطاطا هرستهن، عندي صدر، نص صدر دجاجة أو صدر كامل لو هو صدر صغير. نبدأ نحطها عليه. أنا حطيت حوالي نص صدر. عندي المطيبات، عندي كمون مطحون أو كمون حوت، فلفل أكحل أو أسود. البهارات حنكتبها في صندوق الوصف. بابريكا، عندي كزبر مطحون، بودرة ثوم، ملح، بشر ليمون. عندي كزبر مطحون مفروم وبصل أخضر حتى هو مفروم ناعم. عندي هريسة أو صوص حار. نهرس المكونات هذين كلهن تو مع بعضهم نخلطهم. حطيت بعد ما خلطت المكونات كلهن حطيت ملعقتين نشا، الملعقتين مش معبيات، نعجن تو المكونات مع بعضهم أخرى. تو بعد ما حطيت ملعقتين نشا زدتها بيضة ونبدأ نخلطها نعجنها حتى الأول. تو بعد ما عجنتها بالشكل هذا بقوامها ناخذ كمية البطاطا نبدأ نطرحها بالشكل هذا. نحط فيها جبنة شيدر، جبنة مبشورة، أي نوع جبنة تسيح. نبدأ نكورها بالشكل هذا، نديرها كورة بالشكل هذا. خديت بطاطا بالشكل هذا وطرحت على يدي. نبدأ نحط فيها جبنة. قلنا الجبنة المهم تكون جبنة تسيح. نبدأ نشكلها كورة بالشكل هذا. بالشكل هذا نكمل كمية كاملة بنفس الشيء. هذا كور البطاطا اللي عندنا. عندي للتغليف دقيق أو طحين، بيض مخلط مع حليب وفلفل أكحل أو أسود. عندي رقائق الذرة، نحن نقوله كورن فليكس، مطحون حتى هو ناعم بالشكل هذا. نبدأ نحط الدقيق أو الطحين الأول، ننفضها، نحط في البيض، نحط في الشكل هذا. نكمل بنفس الكمية. عندي زيت تو ساخن، هذين الكور بتاعت البطاطا نبدأ تو نقلي فيها، خليها تتحمر معايا.